سلام الجميع، رجعت فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا اليوم وصفة كما راكم تشوفوا جد اقتصادية وسهلة وسريعة في نفس الوقت. عندنا ساندويتش بطريقة بسيطة. عندنا هنايا اول حاجه عندنا كيلو فرينه وكيلو سميد كما راكم تشوفوا. عندنا كيلو سميد رطب وكيلو فرينه. راح ندير الملح ونعجنه بالماء العادي جدا. اليوم راح ندير رقاق، راح نحشيه بطريقه مبسطه جدا. هنا درت كيلو ماء، عجنتها مليح حتى نتحصل على القوام هذا. بعد ما نعجنها مليح خليها طريه ونديرها في ساشي، خليها تريح كما تحب. اذا خليتي عجينتك تريح باش تعطيك نتيجه ما شاء الله. هنايا راني خدمتها ديما حوايجي كي نعود باش نخدمها، راني نخدمها الصباح والعشيه نلقاها واجده وحاضره. نديرها في البلاستيك وخلها في المطبخ فميكي ما يجرى لها والو. شوفوا توليدك بحال ستيكي هذيك العجينه تاعك. نروح نقرصها بقريصات كيما هكا، تكون اكبر شويه من تاع الرقاق. يعني راح نديروها خشينة شوية من تاع الرقاق. نروحوا للحشوة. عندي هنا 3 رؤوس بصل، 3 رؤوس بصل من الحجم المتوسط مش الحجم الكبير، وكل واحد الحجم حسب الحجم العائلة تاعه. اذا الحجم تاعك العائلة كبير حاجة باينة باش تزيدي، واذا حجم العائلة تاعك صغير باينة باش تنقصي. نخلي البصل يتقلى مليح 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 كما راكم تشوفوا. تقلى لي هنا مليح، درت له شوية زيت وحطيت له مغرف طماطم كما راكم تشوفوا. مغرفة طماطم راح نخليها جيدا مع البصل. في المرحلة هذه راح نقص النار ونخليها تتقلى مليح مليح. سمحوا لي على الصورة ماهيش واضحة، اما معليش راح نفهمكم شوية شوية. بعد درت الملح، درت الكركم، درت الزيانة الحلوة، درت الفلفل الكحل ودرت شوية فاح، وراح نقلبهم مع بعضهم مليح مليح حتى وان هذاك الطماطم تدخل في البصل. وما تنسيش الثوم، اذا عندك ثوم البودرة ديري، واذا عندكم الثوم العادي سكرفي عليه 2 سنينات ثوم. كما كان نقلبها نقص عنها النار. المهم تريح، عطيها راحتها في التقلية مليح لازم الطماطم الطيب. هو الصوت راح يوضح لكم كل شيء. هنا بعد ما تقلى، شوفي بعد ما تقلت لي مليح مليح جبت هنايا عندي 2 قرون فلفل حلو وواحد حار. شويتها كيما راني نشوي فلفل حلو عادي كان كيطيب في الحميس. شويتهم وبعد ما ريحهم شويه نقول هنا نقيتهم ومن بعد رحيتهم في الرب كما راكم تشوفوا. هنايا راح نجيب الدبشة ونجيب الزيتون راني كنعود نلون حاجة باش نطيبها من الصباح نديرها العشية. نعود مخمم نقول واش ندير نطيب ندير كل شيء الصباح. يعني نقولوا هنايا نقطع الدبشة، نقطع الثوم والزيتون نرنخه في الماء، معناها تجيني كل شيء ساجي وحاضر. هنا كما قلت لكم الزيتون رنخته من الصباح باش نحلي هذيك الملوحة كامل. ومن بعد نجيب 2 حبيبات بيض كما راكم تشوفوا، 2 حبيبات بيض وبدي تقلبيها مليح مليح مع البصل والطماطم والدبشة والزيتون. قلبهم مليح كما قلت لك خليهم طيب. هنايا راح نقص كما قلت لكم النار ناقصه، نخليها طيب هذيك البيض. ومن بعد راح نجيب حبة ضوء تصفيها من الزيت، لازم تصفيها من الزيت. شوفي هنايا صفيتها من الزيت وراح نقلبها مع هذيك البيض. خلاص بعد ما نشوف هذيك البيض طابلي والطود دخل في هذيك الحشو وفي الصوص، راح نجيب البطاطا قطعتها كاريات وقليتها في الزيت. ومن بعد راح نديرها مع هذيك الحشوة
نقلبها يدوب 3 مرات ولا 4 مرات وني صاي. إذا حبيتي تزيديها الفرماج زيديه، إذا اكتفيتي بالقدر هذا كيما راني درته صاي. بصح جات فيها واحد البنة صدقوني ما شاء الله. أنا سميتها ماهيش ساندويتش، سميتها الطاكوس الكذاب. والله بنينة بنينة روعة. راح نجيب الزيت ونفتح القرق ذيكا حبة كأنها رقاق، كأنك تفتحي في حبة الرقاق عادي. ماذا بيك تكون السمك تاعهم تكون متوسط، لا رقيق ولا خشين، يكون مايه كيما راكم تشوفوا. نجيب الطاوة تاعي تكون سخونة، اللوحة في فوق الطاوة. كل حبة راح نطيبها وحدها، ما نطيبهاش واحدة على واحدة. كل واحدة نطيبها واحدة على واحدة. وعادي كي تقدري حتى تطيبيها كيما انك تطيبي في الرقاق، ومن بعد تفرقيهم وتطيبي وابدي من بعد احشي بالوحدة بالوحدة. هاي لازم تكون ما تحمريهاش، كأنك هي تحمريها تحمير خفيف دوب بركة تشيح. نقول احنا تحمريها جهة اليمين وجهة الشمال. خلاص راح نعاود لكم حبة ثانية كيفاش طايبة. هاهي شوفوهم هنا كاش واضحة كيفاش طايبة. كما قلت لكم نص طياب، المهم نص طياب. هنا درت عندي درت هريسة ومايونيز، هريسة ومايونيز. نقولوا حنايا درت على كامل هذيك حبيبات تاع الرقاق كيما راكم تشوفوا. لازم نوزعيها كامل كامل. هنايا راح ندير لها الفرماج. اذا عندك الفرماج المكعبات ديري الفرماج المكعبات، اذا عندك فرماج السطل ديري فرماج السطل، واذا عندك فرماج الساندويتش ديري فرماج الساندويتش، واذا عندك فرماج المبشور ديري واش حبيتي في الطريقة هذه. المهم احنا نحوس على البنة والطعم يخرج لك روعة. راح نلفها كأنك تلفي في حبة الملصق. ها هي انا درت على نوعين، درت المبشور ودرت الفرماج ساندويتش، وهي احسن جاني فرماج المبشور جاني خير. هاهي ونجيب الطاجين الدوبلي تاع الطاكوس. هي المخطط. هنا راهو قرب لي اذان المغرب. حرقت تحرقوا لي حبتين معليش. المهم طعم بركة. راح نضغط عليه كما هكا باش يعطيني شكل على شكل طاكوس. وهذه هي كانت وصفتنا النهار اليوم، ساندويتش المحشي بطريقة بسيطة، أو طاكوس الكذاب. هذا هو كان نتيجتنا، خرجت لي روعة روعة. إن شاء الله تجربوها وتعطوني رأيكم في التعليق. تنسونيش إعجاب الفيديو، وإلى اللقاء. صحة فطوركم من جميع. سلام.